والبيضة جمعيات بعد ما سيبنا الحمام بتاعنا. بنت اهي الحمد لله تاني قص بعد ما سيبنا الحمام باضينا. بسم الله ما شاء الله. لا مش الحمام فيه ريحه وحشه، حاسس ان في حمامه ميته مش عارف هي فين، بس في حمامه ميته عشان انا شامم ريحه وحشه قوي. بعد كده في حاجه غلط. لا انا افتكرت انا كنت سايب زغلول هنا، انا كنت سايب زغلول هنا صغير. يلا بقى نخش على الحلويات بتوعنا. يا رب بس ما يطروش في الارض ويبعد. استنى احنا جبنا جوزين وجوزين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده يوم من اجمد الايام ومن فيديو من اجمد الفيديوهات اللي هنقدمها على القناه بتاعتنا على الاطلاق. طبعا الفيديو بقى من الغلاف بتاعه جبنا حمام جديد، اغلى نوع حمام عندنا واكيد كلكم عارفين هو ايه. هنشوف الفيديو بتاعنا الاول ونتابع الحمام عشان الفيديو بجد مليان كله احداث ومليان كله مفاجآت. هنسمع الفيديو واحده واحده وفي اخر الفيديو هنشوف الحمام الجديد بتاعنا. بجد يا جدعان الفيديو هيعجبكم بطريقه. اتمنى اول حاجه بس تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو مش عامل اشتراك مش محتاج اقول لك ايه. شايفين بدأ يطلع راسه اهو يا جدعان. بجد الفيديو ممتع ان شاء الله باذن الله يبقى فيديو جامد. اهم حاجه بس زي ما انتوا تصلوا على النبي في الكومنتات وتعالوا مع بعض نشوف الفيديو بتاعنا عباره عن ايه. استنى مش هطلعكم دلوقتي. انا يا جدعان بجد مبسوط بطريقه انتوا مش متخيلين واحد فرحان قد ايه ان هو بدا يحقق اللي هو كان عايزه. بدانا ناخدها خطوه خطوه وبدانا بحمام جديد زي ما كل الناس طالبانه، حمام من اغلى الحمام ومن اجمل انواع الحمام اللي هنربيها ان شاء الله في السلاكه بتاعتنا. اول حاجه ندخل على الحلويات بتاعتنا دي. بسم الله ما شاء الله. فوزيه وبنتها ما شاء الله الله اكبر. الزغلول شايفين فرده عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. انا بقالي 3 ايام ما بطلعش عند الحمام وطبعا ما بصورش بقالي فتره، فانا عارف ان انا مقصر في التصوير، بس بجد بجد ان شاء الله يكون فيديو احسن ويعني بجد يعني الدنيا تبقى لذيذه قوي ان شاء الله. فتعالوا خلينا نكمل. خليك هنا يا معلم. انت ايه وانا شيلتك من الباب اللي تحت حطيتك في الباب اللي فوق علقتيه برضه. وطبعا هنا الدكر الهزاز والنتايه دي. النتايه ديت انا اقول لك انا حاططها له تاني ليه؟ عشان انا زهقت منهم. الدكر الهزاز ده تمام. النتايه ديتي كل شويه تزوف على الدكر اللي هناك الجمعيه ده اللي هو ماشي ورا السيلفر دي، تروح واخداه منها. انا عايزهم يبيضوا، انا عايز اعمل اسس جمعيات، انا اقعد اعك ليه؟ يلا الحمد لله ما شاء الله الله اكبر. انت بدات تبان كده الله اكبر. خلاص يا جدعان التفاصيل بتاعته بدات تبان اهي. اللهم صل على النبي. زغلول عبس بسم الله ما شاء الله عليه الله اكبر. يعني اثبت اثبت ما تخافش. ايه طيب مش عارف يقف في الارض. خليك هنا اه. وعلى فكره النتايه شكلها قرب التبيض عشان بقالي كام يوم كده بطلع الطلاطيش كده بلاقيها واقفه في الطاجن. ما علينا. حاسس ما كرفناش الحمام فيه ريحه وحشه، حاسس ان في حمامه ميته مش عارف هي فين، بس في حمامه ميته عشان انا شامم ريحه وحشه قوي. بعد كده عندنا طبعا الاسترالي ما شاء الله تحتهم الزغلول البلدي بسم الله ما شاء الله. طلعوا بياكلوا خشن عادي اهوت. كنت قلقان وشلت من تحتهم ابنهم لحسن يكونوا ما بياكلوش خشن، بس اللهم لك الحمد طلعوا بيخشن والدنيا معاهم تمام ما شاء الله عليهم. ندخل على اللي بعده. حنونه كان تحتها زغلولين ما شاء الله الله اكبر. اللهم صل على النبي الله اكبر. واحد ابنها واحد ابن البلدي. ابنها هو تبان من شرباته والتاني ده ابن البلدي. لا يا جدعان ما شاء الله الفيديو جميل بجد اقسم بالله الفيديو حلو قوي. اللهم صل على النبي عليهم ربنا يبارك. دول طبعا تحتهم البيضه بتاعتهم ومعمر الحمد لله. والاول مره اثبتوا مش هتطلعوا دلوقتي. ايه ده عشان ايه الناس مبسوطه معانا واحنا عايزين نكمل فيديو حلو. اول بيضه جمعيات بعد ما سيبنا الحمام بتاعنا. بنت اهي الحمامه دي طلعت لنا البيضه دي. لا ولسه ايه كمل وتعالوا معايا للاخر. بجد الفيديو ممتع يا جدعان والله بجد الفيديو جميل قوي. لو وصلت معانا لحد هنا بلاش تكسل وتصلي على النبي في الكومنتات وخد حسنات واديني حسنات. ولو ما عملتش اشتراك انا مش عارف ليه مش مشترك في معايا لحد دلوقتي. خلاص هانت ونوصل 2000 اقل من 170 متابع ونوصل 2000 ان شاء الله باذن الله. فكل الناس خش تعمل متابعه ويلا خلينا نكمل ونشوف الحلويات الباقيه. في حمام طبعا اهو بسم الله ما شاء الله. دي القص اهوت اللي معاه النتايه السيلفر لما قش هنا تمام. وكان في حد لامم هنا لا، بس انا عايز اعرف ايه الريحه الوحشه دي. بعد كده عندنا هنا ما شاء الله الله اكبر قص تاني اهم اللي سيبناهم باض هنا بسم الله ما شاء الله. يعني يا جدعان اهدوا مش عايزكم تطلعوا دلوقتي. الحمام هيموت ويطلع بره الكرتونه. ايه ده عشان اوريكم للناس. ايه ده عشان اوريكم. بصوا طب استنوا. طيب انا هظبط لكم الكرتون. استنوا وسعتها لكم. وسعوا كده لنفسكم واثبتوا بقى دقيقتين بالظبط. نصور الفيديو هطلعكم دلوقتي بس اتقلوا عليا. استنى عشان ما يطلعوش احط لهم دي كده بس كده. طبعا عارف الناس كلها متحمسه وعماله تقول لي يا عم انجز عايزين نشوف الحمام الجديد كله. طبعا هيموت ونشوف الحمام الجديد هنفرجه لكم دلوقتي. الحمد لله تاني قص بعد ما سيبنا الحمام باضينا بسم الله ما شاء الله. لا يا جدعان قلت لكم الفيديو والله جميل. اهم حاجه بس
كل الناس تصلي على النبي في الكومنتات، ومش هذكركم تاني، ودي اخر مره اقولها لكم. بعد كده عندنا القص البلدي الجميل ده ما شاء الله عليهم. طبعا الحمام البلدي اللي عندنا كله مش هنبيعه، هيذبحوا كله، لان انا خلاص اختي داخله على جواز، وهنبدا نذبح بقى حمام عشان بنجمع. انتوا عارفين بقى عندنا في الارياف والجو ده بنجمع حمام بيقعدوا لك 90 حمامه، مش فاهم انا ليه يعني، ياخدوا من عيال انا ليه، انا مش فاهم. بس ما شاء الله الله اكبر عليهم، حاجه جميله قوي. وبعد كده عندنا القص ده ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. برضه هنا طبعا حبسناهم في السلاكه وما بضوش، وبرضه هنا بعد ما سيبناهم على طول. لا بجد اللهم صل على النبي، الفيديو كله خير وكله جميل، الله اكبر ربنا يبارك. وهنا سمسمه لمت قش وخلاص، يعني بيومين بثلاثه بالكتير قوي، وبيض لنا ان شاء الله اول بيضتين بعد ما سيبناها من السلاكه. والقص الاسود الجمعيه الجميل بتاعنا بسم الله ما شاء الله. ممكن توسع صاحبي، وسع يا صاحبي، يا صاحبي عايزين نشوف. طيب بسم الله ما شاء الله، دول جابوا الاثنين. طب والله العظيم انا بحسبهم بيض واحده بس. اللهم صل على النبي، الله اكبر. على فكره في حاجه غلط، لا انا افتكرت، انا كنت سايب زغلول هنا، صغير، اللي انا لا فاكرين لما شلت اخوه حطيته تحت القص الاسترالي، وقلت مش عارف ياكل الاثنين عشان كان واحد ضعيف واحد كبير. الفيران كده، لا كده الموضوع ده مش نافع. طب انا اعمل لهم ايه دول؟ طيب انا هقفل الفتحه دي عشان هما بنسبه 100% بيجوا منها، تمام. وهقفل دي برضو كويس، شايفين دي مهويه ازاي، عشان برضو هتلاقوهم بيجوا منها. لا انا كده هبدا اقفل تاني. انا لو رست على ان انا اقفل الشباك ده واشيل الستاره خالص واقفل المكان ده كويس هقفله. انا كده الفيران مش هتخلي لي حاجه في الحمام. ده غير ان انا امبارح بالصدفه، لا النهارده والله هنروح بعيد ليه، النهارده الصبح قايم من النوم عشان امشي على الشغل، داخل اتوضى، لقيت عندي العرسه في البيت تحت بتجري. العرسه لو طلعت فوق هتخلص لي عليهم، لا لازم احل الموضوع ده. جيت بالله لو حد يعرف نوع سم معين ولا طريقه اصطاد بيها الفيران والعرسه دي يقول لي عشان اخلص منهم، لحسن ده كده الموضوع هيتبهدل عندي ويخلص لي على شويه الحمام. وفي حاجه تانية اختفت، الزغلول اللي الشعرباز الاكول اخو الصغير اللي هناك ده اختفى، بقى لي كام يوم ما بشوفوش في الاوضه. ده الزغلول العدس اهو، لا ما عارف هو عدس ولا كركندي، بس يلا مشي الدنيا. عندنا هنا طبعا القص ده، يا لهوي ده اخو الشعلباز اللي احنا لسه شايفينه، بس رفيع قوي، رفيع قوي قوي بجد، الحمام عايزه تنضف تحتيه. ده طبعا الزغلول الاسترالي ما شاء الله على الله اكبر، نفسي اشوفه بعد ما يكمل على الاخر كده واشوف لونه وكده. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله جميل، وشايفين بسم الله ما شاء الله العظم بتاعه حلو ازاي. لا نفسي يكمل بس معانا الاخر كده ونشوف الدنيا معاه واصله لحد فين. خليك هنا بس كده. الحمام بدأ يبقى رفيع تاني. تفتكروا الحمام خارجه رفيع ليه؟ يعني عندي شايفين الحمام، شايفين، بس دول ماشي الخارجه اللي فاتت عشان دول كان عندهم جدري وانا قلت اصلا هيموتوا، بس برضه الحمام برضه الخارج بتاعه رفيع. انا مش فاهم ايه الفكره ولا ليه يا جدعان. يا ريت اللي عنده معلومه يقولها لنا، مثلا هو في حاجه معينه نجيبها لهم، مثلا بعيد عن الخميره بديلهم قراص خميره، بس انا عايز اعرف ليه الخارج بيطلع رفيع كده، تمام. بس يعني اللهم لك الحمد الدنيا بدات تظبط. على فكره انا عندنا شايفين الحمام اللي فوق دي تحتها زغلولين، وفي هنا في الصاجه دي تحت الدكر ده زغلولين، فاحنا عندنا الحمد لله عندنا زغاليل والدنيا تمام. بس في حمام فيهم رفيع قوي، وكده الحمام الجامعات يعتبر كله اشتغل. ما احنا عندنا القص ده اشتغل اهو، وعندنا سمسمه خلاص بالكتير قوي يومين وهتبيض، ونفس نظام القص السيلفر ده بالكتير قوي يومين وهيبيض كده. ما قدامناش غير قص واحد بس هو اللي لسه ما اشتغلش، اللي هو الدكر ده ومعاه النتايه اللي قدام دي، هم القص دول. ده القص الوحيد اللي لسه ما اشتغلش، وان شاء الله يشتغل. انا مش هسيب الدكر الهزاز والنتايه بتاعته، انا عارف ان الهزاز عايز اسيبه عشان شكله حلو في الاوضه، بس انا مش هسيبه دلوقتي غير لما الدكر السيلفر، النتايه السيلفر ولا الدكر اللي معاه دول يبيضوا، لان انا لو سيبته النتايه اللي معاه هتزوف على الدكر ده وهتاخده، فانا هسيبه محبوس معاه بحيث ان النتايه بتاعته تاخده هو واسيبها بيه لحد ما نلاقي نتايه هزاز. ولو حد عنده نتايه هزاز يا ريت يبلغنا، بس يكون في نطاق الجيزه زي ما قلت لكم يا جدعان. بس الفيديو بتاعنا النهارده ده كانت الفكره بتاعته، شفنا المفاجآت مع بعض وشفنا الصدمات مع بعض ان الحمام اللي اختفى ولازم نقفل المكان كويس عشان الفيران. تعال بقى نخش على الحدث الاعظم واللي عارف ان الناس كلها مستنياه، ولا نشوق الناس ونقعدهم معانا شويه. نكلف الحمام الاول ونقعد الناس معانا شويه. انا عايز بس اجيب طاجن غير ده عشان الطاجن ده مبهدل كله لحد ما اكنس برضو ايه للحمام مؤكله. خدوا عشان تاكلوا الزغلول اللي تحتيكم، حط لهم بس اكل وميه مع اكل بس مع بعضينا، والميه انا هحطها لهم لوحدي. انا بصراحه متحمس قوي اشوف الزغلول العبس ده.
عندي قص العبس ده اصلا ما اعرفش ماله، عمري ما خدت من تحتيه قص على بعضيه، دايما بيخرجوا واحده بس، يعني مش عارف ايه الفكره، بس هما دايما بيخرجوا واحده بس، يا اما لو خرجوا الاتنين واحده منهم بتموت. احسن حاجه كده بعملها بروح ماسك الطاجن اروح مفضيه في الارض، والحمام هو اللي سايب، هو بياكل البتاع ده الاكل اللي فيه، ولا بيحتاج بقى ان انا اقعد اعمل. اهي الحمامه اللي ميت اهي، شايفين؟ لسه بقول لكم في ريحه، ده دودت، لسه بقول لكم في ريحه وحشه. يا لهوي ده لهوي، ده سابت من بعضها، استغفر الله العظيم يا رب. اشيلها ازاي؟ انا قرفان قوي. اشيلها بحاجه دلوقتي، انتوا تحتكوا اكل زي ما انتوا ليه؟ طب هي دي ممكن تكون هي الحمامه اللي انا قصدي عليها اللي كانت هناك، ولا دي جايه منين الحمامه دي؟ بس اكيد مش من السلاكه، مفيش حمام في السلاكه ناقص، وقاعدين اطلع من السلاكه ازاي؟ خد يلا كلوا هحط لكم ميه دلوقتي، كده قدامهم ميه. بصوا الريحه وحشه يا جدعان، الريحه لو هتطلع عندكم في التليفون كلكم هتقلبوا على الفيديو دلوقتي، محدش هيكملوا معايا. يلا بقى نخش على الحلويات بتوعنا، يا رب بس ما يطروش في الارض ويبعد. استنى، احنا جبنا جوزين، وجوزين ما شاء الله مستويات ايه. الفرد الاول ما شاء الله عليه، طلع له اخته، ده الذكر يا جدعان. استنى، شايفين ما شاء الله؟ استنى طيب استنى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، الله اكبر عليهم. طب انا عايز اوريكم حاجه من قريب، استنى ما تطيرش انت طيب يا جدعان ما شاء الله ما شاء الله عليهم، الله اكبر. قصين نفاخ مرسومين ورقه وقلم، ربنا يبارك فيهم ويطعمنا خيرهم ويرزقنا من تحتهم ان شاء الله باذن الله. بس بجد اديكم شايفين اهوتي، شايفين المستوى ما شاء الله، الله اكبر عليهم، والنفخه بتاعتهم بدات تظهر اهيت. على فكره دول شبابات، يعني حاجه لسه هتبقى اول خيرها عندنا، حاجه احنا ناخدها عندنا. قص فيهم الاحمر ده عليه 5 والاسود عليهم 3. هسيبهم لما ينزلوا وهوريلكم من قريب، هطلع بره الاوضه لما يهدوا ينزلوا في الارض وهكمل لكم الفيديو، بس استنوا عليا. بعد ما هديوا بس عايز الحمام بقى يهدى، مش عايز صداع. ما شاء الله كده بعد ما الحمام هدي اهو ونزل على الارض، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ادي 2 اهمتي، وادي 1 اهو، 1 هناك اهو. اللي هناك الزرقاء دي انا متاكد ان هي انتهى، لان الذكر الاسود بتاعي عمال يزوم عليها مش عايز يسيبها. دول بقى لسه، وده ذكر انا متاكد منه اللي نافخ ده، هيبان دلوقتي نفخه، هيبان بس مش دلوقتي. الحمام مقلق من المكان طبعا، لسه المكان جديد عليه، بس في حاجه احنا هنعملها ولازم نعملها، مش هينفع نسيبها، لازم اقصقصهم عشان الحمام بيطير وبيطير عالي، وانا طبعا بطير الحمام وبفتح له. فانا بصراحه لو سيبتهم من غير ما اطيرهم، من غير ما اقصقصهم، احنا مش هنشوف وش الحمام. ايه ده؟ الزغلول الشرباز هناك بره اهو، عايز يدخل، هفتح له الستاره، ماشي هقصقصهم وافتح له الستاره، فاحنا كده لازم نقصقصهم. بس دي كانت الفكره بتاع الفيديو بتاعنا النهارده. هديكم زي ما انتم شايفين فيديو ممتع، فيديو جميل، فيديو كله مفاجآت. ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه بتاعتنا وباللايك، وان انت تعمل لنا كومنت جميل وتقول لنا ايه رايك في الحمام الجديد. كله يدخل يقول لنا ايه رايه في الحمام الجديد ويقول لنا ايه دنيته. شوفوا ما شاء الله بدا ينفخ اهو. بص هو كل ما ينفخ بيقلق يروح ايه فشش البالونه بتاعته تاني، لسه ما خدش على المكان. مجرد بقى ما ياخد علينا على المكان بتاعنا نبدا بقى نشوف النفخ بتاعه بقى ونشوف مستواه على حقيقته. بس يلا يا جدعان كله يصلي على النبي في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.